ازيكم عاملين ايه طلبة تالتة ابتدائي؟ طيب هنحل النهاردة مع بعض exercise 10 على اليونت fractions. طيب هنحل كده سريعا. يلا أول سؤال بيقول لك أنا كده ايه read the directions for each shape. يعني ايه معنى كلمة read the directions؟ زي ما شرحنا في الحصة read the directions يعني بيقول لك شوف الشكل عندك عامل ازاي، يعني ركز على هو بيسألك على أنهي شكل يعني. طيب فيعني شوف يعني بيقول لك اقرا الدايركشنز، يعني اقرا كل شكل كده، شوف كل شكل عامل ازاي، وبعد كده ايه answer the question، جاوب السؤال. طيب تعالى اول واحده كده بيقول لك ايه label the unit fractions for this rectangle. يعني ايه label؟ يعني بيقول لك label the unit fractions، يعني بيقول لك يعني حط unit fractions على الريكتانجل. فانت شايف ان الريكتانجل ده متقسم حتتين. طيب متقسم حتتين وهو عايز فراكشن، خلاص احنا عارفين يا مستر ان احنا بنشد خط، الرقم اللي تحت عبارة عن كل الأجزاء والرقم اللي فوق عبارة عن الجزء الواحد بكام. إن أنا هنا بكتب فراكشن خاص بالسكوير الواحد بس. طيب فهم أصلا كام واحد؟ هم اتنين. جميل جدا. طيب وأنا واخد كام حتة؟ هي مستر حتة واحدة بس باينة أوي فأكتب 1. يبقى كده كام؟ 1 over 2. وهنا برضه نفس النظام زي ما عملنا في الحصة 1 over 2. طيب بعد كده بيقول لك how many halves، يا ترى احتجت كام هاف عشان خاطر ايه make one whole، عشان اكون one whole. فاكرين بقى لما شرحنا في الحصة قلنا يعني بحتاج كام هاف عشان اكون one whole؟ ما هو علشان في الاخر اكون بالنسبة لي عشان اكون الشكل كله احتجت يا مستر كام هاف؟ احتجت 1 واحتجت كمان معاه 2 عشان اكون الايه، عشان اكون الشكل كله. فكده بالنسبة لي ايه 2 هافز. فاكرين انتوا زي رسمة الفراكشن وول؟ يعني انا حتى لما جيت شرحتها لكم في الحصة شرحتها على الفراكشن وول. فاكرين في الفراكشن وول كان هنا في 1 وكان تحتيه هنا هاف وهنا هاف. ثواني اهو كان هنا هاف وهنا هاف. فساعتها عشان اكون ال1 احتجت كام هاف؟ احتجت 2 هافز. فاكرين بقى كانت التانية كانت سيرد لما كانت هنا 1 over 3 وهنا برضو 1 over 3 وهنا برضو 1 over 3. اهو احتجت كام سيرد عشان اكون ال1؟ اديني براجع معاك اهو احتجت 3 سيردز. فهكذا بقى بنقول لو قال لك سيرد يبقى 3، لو قال لك فورس يبقى فورس، لو 4 يعني، وهكذا. طيب فنفس النظام برضه بيقول لك label unit fractions in this circle. اهو ادي يا مستر 1 over 3 عشان متقسمه تلات حتت، 1 over 3 1 over 3. طيب بيقول لك how many thirds، احنا لسه قايلين بقى خلاص بقى how many thirds يعني 3. تمام اعمل انت دي بقى لوحدك. طيب يلا نفس النظام بقى how many eights عشان هتعمل one whole، خلاص بقى how many eights يبقى على طول 8. طب مثلا تعالى كده ماشي حل دي لوحدك، حل دي لوحدك. تعالى كده ناخد دي اهي how many twenties عشان تعمل one whole. خلاص ما احنا 8 كانت 8 يبقى 20s اللي هي كام؟ اللي هي 20. ماشي وهكذا. زي ما بنحتاج 3 thirds 2 halves 4 fourths 5 fifths 6 sixths. يبقى انا كده هحتاج كام 20s؟ هحتاج 20 برضه. تمام نفس الفكرة يعني. طيب الأسئلة دي بقى يعني المفروض بقى إيه، يعني حاجة سهلة أوي، يعني ما ينفعش إن أنا أتكلم فيها حتى يعني. يا ترى يا مستر كام أعمله divided 3 يديك 1؟ ما هو طالما حاجة divided حاجة بتديني 1 يبقى أكيد لازم أعمل divided نفسها، يبقى لازم أحط هنا 3. يبقى 3 divided 3 ب 1. أو نعرفها منين؟ فاكر لما قلنا يعني 1 by 3 بتساوي كام؟ ما احنا قلنا بقى ال1 دي لما بنضربها في الرقم اللي تحت يديني ايه؟ يديني اللي هو الرقم اللي فوق. او هقولها لك بطريقه تاني، هو المنظر ده اكنه عامل ازاي؟ اكنه عامل كده زي نقط divided 3. مش قلت لك الاوفر ده او الفراكشن ده عباره عن ديفايدد اصلا؟ طيب يبقى ادي رقم divided 3 بيديني 1. طيب فاكر دي بقى بنحولها ازاي؟ ده كأنه الناتج. هنعكسها بقى بس هنخليها بالباي بقى. اقول لك 1 باي 3 دي كام؟ يعني الحاجة اللي هنا باي الحاجة اللي هنا تديني الحاجة اللي هنا اهي. يبقى دي 3 باي 1. 3 باي 1 بكام يا مستر؟ ب 3. تعال نجرب على واحدة تانية، تعال نجرب على دي اهي. الرقم اللي فوق ده كان هو اللي بعد الايكوال. طيب او تعال نحولها بالراحة كده.
ماشي، قلنا هنا دي اكنها 7 اهي 7 divided عشان الاوفر دي اكنها divided نقط equal كام 1. فيا ترى 1 باي كام يديك 7؟ اكيد 1 باي 7 يا مستر، 1 باي 7 هيديني 7. بس فهمت. فانت من الاخر بقى خلاص بقى انت على طول حاجه يبقى لازم احط الحاجه على نفسها عشان تديني 1. بس هنا مثلا 9، هنا مثلا 13. كمل انت بقى دول لوحدك. خلاص بقى نفس هي نفس اللعبه ما فيهاش حاجه بقى، ده هبل يعني. طيب يلا برضو السؤال بتاعي برضو سهل برضو مش هقول عليه، ما هي 1. طيب ال1 دي بتساوي 4 اوفر كام؟ تعالى واحده واحده عشان طالما دول ايكوال يبقى اكيد دول كلهم بيساووا بعض، دول كلهم قد بعض هي. طيب تعالى نشوف. قلت لك ال1 دي علشان اكونها 4 يبقى لازم خلاص ما هو احنا كده فهمنا بقى ان هم كلهم لازم نفس الرقمين، ادي 4 اوفر 4. طب هنا مثلا تعالى مثلا ناخد دي اهي 17 اوفر 17. فعلا لما 17 divided 17 ب 1، 4 divided 4 ب 1، 5 divided 5 ب 1. ده مجرد بس بيسألك على التيبل يعني، ولا اكتر ولا اقل. حاجة هبل يعني. ده يعني مجرد ايه، مجرد بس بيسألك على تيبل 1، فاكيد مفيش اسهل من كده. طيب بيقول لك هنا put true، يعني put يعني حط علامة صح to the correct statement يعني على الإجابة الصح. تمام، يعني بيقول لك حط علامة صح على ال correct statement، على الجملة الصح، أو حط طبعا غلط على الإيه، على ال incorrect statement. طيب هل 7 over 8 بتساوي 1؟ لا يا مستر، احنا لسه ده احنا امال احنا عاملين ايه من شوية؟ لازم الرقم اللي فوق زي الرقم اللي تحت عشان حاجة divided نفسها تديك 1، فكان لازم اللي فوق يطلع 8 أو اللي تحت كنا نخليه 7. تمام. طيب هل 10 divided 10 بتديك 1؟ اه دي مظبوط صح، فعلا 10 divided 10 ب 1 دي مظبوط مفيش حاجة يعني. طيب حل بقى انت دول لوحدك، هحل انا دي. بيقول لك هل number of sevens عشان تكون 1 whole، فاكر بقى انت الأسئلة دي؟ بس هنا بقى على شكل بقى true false. هل السيفنسز هي اللي بتكون 1 whole؟ يا مستر فعلا سيفنسز عشان اكون 1 whole فعددهم كام؟ عددهم 7. يبقى number of sevens يعني عدد السيفنسز اللي هو ايه، ما هو يعني ايه عدد، او يعني ايه عدد السيفنسز، يعني ايه بقى معنى الجملة دي؟ ما هي برضه فاكر رسمة الفراكشن وول اهي كانت ال1 اوفر 2. طب ثواني هجيبها لك بحب حاجة تانية ثواني. اهو يا حبايبي، فاكرين بقى انتوا الرسمة دي؟ فاكرين ان دي كده كلها، دي كده كلها على بعض كده ايه، ادي ال1. طيب هحتاج كام هاف؟ هحتاج كام هاف عشان في الاخر اكون ال1؟ 2 هافز. طب كام سيرد؟ 3. كام فورس؟ 4. اللي هو يعني ادي ربع 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 ربع. فاحتجت 4 ارباع عشان خاطر اكون ال1 ده كله. حتى شايفين فعلا كلهم كده نفس المسافة هم، لغاية لما وصلت للآخر أهو. فورس 2 3 4، فمحتاج 4 فورسز 4 ارباع يعني. طب كام فيفث؟ 5. كام 6 سكسز أهي. نمبر أوف سيفنسز محتاج كام 7؟ أدي 1 2 3 4 5 6 7. فمحتاج 7 سيفنسز عشان أكون الإيه، ال1 هول. فطبعا تبقى الجملة دي كده إيه، مظبوط. طيب اظن بقى مش محتاج ان انا يعني سؤال زي ده اتحل معاك يعني تعالى مثلا نحل الرقم ايه 5 over 5. عايزين حاجة، اهم حاجة تركيزي على الرقم اللي تحت. اشوف متقسم كام حاجة، لان الرقم اللي تحت بيقول لي على عدد التقسيمات. فهنا كده متقسمة كام؟ متقسمة 5. عد جرب 1 2 3 4 5 6 7 8. فدي كده متقسمة 8. طيب 1 2 3 4، لا مش هي برضه، دي متقسمة 4. 1 2 3 4 5، هي دي بقى. دي متقسمة 5. طب دي 1 2 3 4 5 6، دي متقسمة 6. بس انا اعتبر خلاص حليتهم معاك يعني. فانت الباقي ايه هتوصل بس، فانت بتوصل ايه على حسب الرقم اللي تحت، ماليش دعوة بالرقم اللي فوق. انا ليا دعوة ان اللي تحت بيعبر لي عن عدد التقسيمات. فاكر قلت لك اللي تحت بيعبر لي عن الاجزاء كلها. ركز، انا كل تركيزي دايما على الرقم اللي تحت. طيب اخر سؤال هنا كده بيقول لك ايه، فوتبول ايجيبشن تيم. يعني معنى كلمة فوتبول يعني كرة قدم، ايجيبشن يعني مصري، تيم يعني فريق. ففريق كرة قدم مصري يعني، ماشي اهو. فريق كرة قدم ايه مصري. طيب represents يعني بيعبر
each player يعني كل لاعب، تمام. represent يعني يعبر. طب يعبر عن ايه؟ each player كل لاعب as ايه؟ كلمة as دي معناها ك او مثل، ماشي، اهي مثل. فبيقول لك كل لاعب عبارة عن ايه او as ايه كايه. كل لاعب كيونت فراكشن. يبقى كل لاعب اصلا عبارة عن ايه؟ كل لاعب فيهم بيمثل يونت فراكشن. يعني ده كده، سوري ثواني، ده كده يونت فراكشن. طبعا عشان اعرف اجيب الرقم اللي تحت انا ما اعرفش عددهم كام، فهنعدهم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هم عددهم كام؟ هم عددهم 11 واحد، تمام. 11 واحد يبقى اليونت فراكشن بكام؟ 1 اوفر 11. قلنا الرقم اللي فوق ده عشان يونت فلازم 1، وال11 اللي تحت ايه؟ قلنا العدد الكلي. ما ننساش دايما الرقم اللي تحت بيعبر عن العدد الكلي بتاع الحاجه اللي بيسأل عليها. فطالما بيسأل على بلايرز يبقى عددهم كام؟ يبقى انا لازم اعد البلايرز، عددهم 11. عشان برضو ما تحفظهاش اي عدد وخلاص، لا، العدد اللي هو بيسأل عليه. طالما بيتكلم على فراكشن بتاع بلايرز يبقى انا بعد عدد البلايرز كلها. طيب عايزك بقى ايه؟ express the whole team as a fraction. فبيقول لك هنا كده ايه؟ عبر لي عن الهول تيم، عبر لي عن الفريق كله as a ايه؟ as a fraction. طيب دي يا مستر حاجة صعبة؟ لا. ما احنا دلوقتي ايه؟ طالما ان هو كتب لك، طالما ان هو سأل على كلمة فراكشن، بص عود نفسك، عود نفسك. قال لك وات فراكشن، اكسبريس فراكشن، اي سؤال فيه كلمة فراكشن شد خط. بس تشد ايه؟ اهم حاجة تشد الخط. اهو ادينا شدنا الخط. الرقم اللي تحت قلنا ايه؟ قلنا العدد الكلي. طب هم كلهم كام؟ 11. طب جميل، خلاص ادينا سكت اهو. الرقم اللي فوق بيعبر عن الحاجة اللي هو بقى بيسأل عنها، في منها كام حاجة. طب هو اصلا قال لك اكسبريس الهول تيم، هو عايز الفراكشن بتاع الهول تيم. طيب يعني بالنسبة له هو بيسأل على ايه؟ ما هو اصلا عايز الهول تيم على بعضه، عايز الفراكشن بتاعه. خلاص. فاكر لما انا كنت بديك دايرة، تمام، واروح مثلا ملون لك الجزء ده بس، فانت تقول لي ايه؟ اه يا مستر دي كده بقت 1 اوفر 4 عشان اللي انا سألت عليه الجزء الملون بس. طب انا لونت لك ده كمان، كده بقت 2 اوفر 4. كده بقت 2 اوفر 4 عشان انا ايه؟ سألت. ثواني. كده بقت ايه؟ 2 اوفر 4، ماشي. طب كده بقت ايه؟ بقت 2 اوفر 4. طب لونت لك الجزء ده كمان التالت، بقت 3 اوفر 4. طب لونت لك الجزء الرابع كمان، انا كده بقى سألت على الايه؟ على الهول، صح؟ مش كده 4 اوفر 4 اللي هي اصلا ب 1؟ بس فطالما ان انا بسأل على الهول يعني انا بسأل على كله. يعني انا اكني بقول لك ايه؟ لونت لك كله او كله بتكلم عليه. بس فنفس النظام، طالما هو هنا سأل على الهول تيم يعني هو قصده الفراكشن بتاع الفريق كله. طيب طالما ان الفراكشن بتاع الفريق كله يبقى انا اكني عديتهم كلهم في اللي هم كام؟ برضو 11. يبقى كنا 11 اوفر 11 يعني، ماشي. ازود له بس كده كلمة عشان ما اسيبهاش رقم كده وخلاص. هقول له كده ايه؟ ذا fraction بس equal، بس كده. اقول له كده the fraction equal 11 over 11، بس كده. كده خلاص خلصنا exercise 10. ذاكروا كويس وربنا معاكم. اي حاجة اتلخبطت فيها او غلطت فيها لازم ترجع تاني تحل بايدك. اكيد مش محتاج ان انا انبه عليك انك ترجع تحل بايدك. يلا ربنا معاكم، مع السلامة.